الجناح ده اتقفل من 40 سنة بعد حريقة غامضة. قالوا الحريقة أكلت كل اللي جوه، دكاترة، ممرضين ومرضى. لكن اللي عاشوا في المنطقة بيقسموا إن لسه بيسمعوا صرخات كل ليلة طالعة من الدور اللي فوق. اللي غريب إن كل واحد حاول يقتحم المكان مرجعش تاني، اسمه يتحط في دفتر المفقودين، والناس تقول دخل الجناح التاسع. في قلب القاهرة مبنى قديم موجود بقاله أكتر من 40 سنة. الشبابيك مكسورة، الباب الحديد مصدي، والحيطان كلها شقوق. الناس في المنطقة بيسموا المبنى ده مستشفى الرعب. بيقولوا زمان في جناح اتقفل بعد حريقة كبيرة في السبعينات، الجناح التاسع. واللي يدخل الجناح ده يا بيرجع مجنون يا ما بيرجعش خالص. في ليلة من الليالي 4 شباب قرروا يكسروا القاعدة، يدخلوا المبنى ويصوروا ويكشفوا السر. لكن في أماكن مجرد دخولك ليها بتكون نهايتك. يلا بينا يا جماعة، محدش سبقنا هنا قبل كده، هنعمل سبق صحفي يكسر الدنيا. أنا مش مرتاحة، ريحة المكان مقرفة، كأنها ريحة أموات. دي خرافات يا بنتي، شوية تراب وجدران وقع. لا، في حاجة غلط. حاسس إن في عيون بتبص علينا. بيدخلوا من بوابة مصدية لممر طويل وضلمة، الحيطان كلها متقشرة والأرض مليانة أوراق وأشعة قديمة. كل ما حد فيهم يمشي يسمع صوت خطوات وراه، كأن في حد ماشي معاهم. في حد ماشي ورانا، سامعين؟ مفيش يا ست حد ورانا، ده صدى أصواتنا. الأسانسير القديم في آخر الممر فجأة يسمعوا خبط جامد، كأن في حد محبوس جواه. في حد جوه الأسانسير، سامعين؟ إزاي؟ المكان ده مفيهوش كهرباء من 40 سنة. من الخوف يمشوا بعيد عن الأسانسير ويوصلوا لمكتب قديم. المكتب متغطي بتراب كتير والملفات لونها أصفر ومقطعة. أحمد يفتح ملف نصه متاكل. المريض رقم 107 ممنوع يخرج من الجناح التاسع. التجارب لسه ما خلصتش. تجارب؟ يعني المستشفى دي ما كانتش للعلاج؟ كانوا بيجربوا في المرضى؟ احنا جينا نصور مش نكشف فضايح. سارة تلاقي ورقة واقعة من الملف، تشيلها وتقرأ. الجناح التاسع مش للعلاج، ده للحبس. يطلعوا من المكتب وهم مرعوبين. المصور ماشي قدامهم، فجأة الكاميرا تقع منه على الأرض ووشه يبان وهو بيتسحب جوه الضلمة. فينك يا ابني؟ رد عليا. صوته يجي من الحيطة المسدودة. الحقوني، أنا محبوس، افتحوا. محمود وأحمد يحاولوا يكسروا الطوب، يلاقوا الأوضة فاضية. المكان ده بيبلع الناس جواها. يمشوا وهم ميتين من الرعب ويحاولوا يلاقوا مخرج، لكن كل مرة يرجعوا لنفس مكان الأسانسير اللي فيه الخبط. احنا بنلف في دايرة، المكان ده بيلعب بينا. أنا سمع صوت المصور بينادي، بيقول اسمي. ده مش صوته، ده حد بيقلده عشان يوقعنا. يدخلوا قاعة فيها مرايات مشروخة. محمود يشوف نفسه لابس لبس مرضى وعليه رقم 999. سارة تشوف نفسها مربوطة على سرير. أحمد يشوف وشه متشوه والدم مغرق عينه. المرايات بتورينا هنموت ازاي. فجأة باب حديد يتفتح وينزلوا منه على قبو المستشفى. سراير مصدية ومتكسرة، عليها جثث باين إنها متحللة وبعضها بيتحرك خفيف كأن الروح لسه فيها.
دول لسه هنا عايشين، محبوسين بين الحياة والموت. سارة تلاقي قدامها دفتر قديم، تفتحه، مكتوب: الجناح التاسع، التجربة ما تنتهيش. فجأة دكتور عجوز يبال من الضلمة، نص وشه محروق والنص التاني مبتسم ابتسامة شيطانية. اتأخرتوا ليه؟ انتوا خلاص بقيتوا جزء من التجربة. محمود وأحمد يصرخوا، النور يطفي فجأة، ولما ينور تاني سارة تلاقي نفسها لوحدها. أنا مش هبقى زيهم، لازم أخرج. افتح باب وتدخل أوضة شكلها مختلف، نظيفة ومنورة. على المكتب ملف جديد عليه اسمها، تفتحه تلاقي صورتها وهي داخلة المستشفى النهاردة، مكتوب: المريضة سارة، رقم 1001، التجربة تبدأ الليلة. دي صورتي، إزاي؟ الدكتور واقف وراها ويحط الملف في درج مليان ملفات بأسماء وصور ناس تانية، كلهم لسه هنا مستنيينك. الجناح التاسع لسه فاتح وبيستنى اللي بعده. اللي فات كان مجرد بداية، واللي جاي أخطر بكتير من اللي فات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان أول ما الحلقة الجاية تنزل تكون أول واحد يوصل له الملف الجديد. ملف إكس لسه مليان أسرار.